اولا بقى يا سيدي الموقع الفلكي قال لك ان نيجيريا تقع بين دائرتي عرض 4 ل 14 شمالا. خلي بالك 4 شمالا ل 14 شمالا، بس هو طبعا بيختصر الحته دي ويقول لك 4 ل 14 شمالا. معنى كده ان نيجيريا كلها تقع في الشمال. طب 4 دي فين؟ 4 دي تحت، اما ال 14 فوق. طب هنجمع ولا نطرح؟ احنا اتعلمنا طالما شبه بعض نطرح. يبقى نيجيريا بيعدي عليها 10 دوائر عرض. طب بالنسبه لخطوط الطول قال لك بتقع بين خطي طول 2.5 شرقا الى 14.5 شرقا. برضه هنجمع ولا نطرح؟ برضه هنطرح لان شبه بعض، فهتطلع 12 خط. فاذا نيجيريا بيعدي عليها 10 دوائر عرض و12 خط طول. الموقع بقى الجغرافي بالنسبه لنيجيريا اسهل بكتير من البرازيل. خلي بالك شمال نيجيريا دوله اسمها النيجر، اما جنوبها خليج اسمه خليج غينيا والمحيط الاطلنطي، شرقها دولتين تشاد والكاميرون، غربها دوله واحده اسمها بنين. خلي بالك بقى يا سيدي نيجيريا ما بيعديش عليها ولا دائره عرض رئيسيه ولا بيعدي عليها خط طبعا جرينتش. بس في نقطه، نيجيريا الدائره الاقرب ليها هي دائره الاستواء، لان طبعا دائره الاستواء بصفر ونيجيريا بتبدا عندك باربعه. الاقرب لخط جرينتش الحدود مع دوله بنين، لان الحدود مع دوله بنين 2.5. خلي بالك مساحه بقى طبعا نيجيريا قال لك هي مساحتها حوالي 924 الف كيلو متر مربع. طبعا مقارنه للبرازيل هي مش حاجه يعني.